السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن من GFX Academy. تعالوا النهاردة نتعامل مع الانوتيشن. أهميتها رائعة جدا 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 لما نيجي نتعامل مع بروجكت، خصوصا لو كان البروجكت ده فيه شغل كتير وعايزينها نقسمه على تيم، وفي عايزين نوزع الاختصاصات على كل تيم. الفكرة دي جميلة في حتة ان انت تقدر تعمل تشيك اوت ليك اذا كنت انت ماشي صح ولا لا، اذا كان فعلا عملت كل التعديلات اللي انت اتفقت عليها من البداية ولا لا. نفترض مثلا ان احنا هنشتغل مع البروجكت ده، تمام، والبروجكت اللي احنا شايفينه دوت مثلا عبارة عن فيديو بسيط جدا جدا، هنعمل عليه شوية تعديلات تمام بسيطة، لمجرد بس ان احنا نعرف التعامل معاها ازاي والخطوات بتاعتها ازاي. كل الحكاية بس مجرد color correction بسيط وتعامل مع تغيير السكاي والزوم والكلام ده، ازاي هنعمل كات، ازاي هنبدأ نتعامل مع الفايل بتاعنا ده. تمام. على سبيل المثال دلوقتي انا عايزة هبدأ اتعامل مع الكليب، فهسحبه عندي في التايم لاين تحت. تمام. لما سحبته في التايم لاين ظهر حاجة جديدة اللي هي sequence 2. تمام. انا مش عاجبني sequence 2 دوت، فانا عايزة اغير الاسم واسميه مثلا LR shot underscore shot. اوكي. طيب دلوقتي كده الكليب الاصلي مش ضروري، زي ما احنا قلنا ما ننساش الفيورز. تمام. والبروجكت الاصلي ده اسمه ايه؟ الفيور. تمام كده. اوكي كده انا عندي الكليب بتاعي. الكليب طبعا فيه صوت زي ما احنا شايفين، لو انت مش عايز الصوت تشوفه او مش عايزه لاي سبب تقدر ان احنا ندلته او نقفله من هنا زي ما احنا شايفين، بس انا يعني هو مش فارق معايا قوي، اقدر ادلته من فوق او اقدر اقفله من فوق لو حبيت. طيب دلوقتي انا عندي الكليب وعايزه ابدا ان انا احط له annotations بحيث انبه على التعديلات بتاعتي. الانوتيشن دي اصلا عباره عن ايه؟ زي بالظبط ان انت عندك ورقه وقلم وبتمسك الشوت وتفرغه حاجه حاجه وتبدا تشاور لنفسك، بتقول انا هعمل في الحته دي كذا والحته دي كذا، وعايزين نعمل هنا كذا وعايزين نعمل هنا كذا وعايزين اشيل كذا، حاجات زي كده. بس الفكره كلها ان انت بدل ما بتعملها في ورقه وقلم انت بتعملها قدامك على الشاشه. الجميل في الموضوع ان بعد ما بتسيب البروجكت تقدر تنقل التعديل ده لحد تاني. يعني انت خلاص عملت الكليب وعملت التعديلات المطلوبه، تقدر بعد كده تقطع المشاهد لو اكتر من مشهد زي ما عملنا قبل كده، وبتبدا توزع لكل واحد المشهد بتاعه. لو انت في تيم والسوبرفايزر اللي انت المفروض بتوزع عليه بتوزع هو السوبرفايزر هو اللي بيوزع المهام لكل واحد بيشتغل معاه في التيم بالطريقه دي. كده كل معاه البروجكت وكله معاه التعديلات، وفي نفس الوقت من غير ما اي حد يأثر على شغل التاني. تعالوا نشوفها بشكل عملي اكتر ازاي ان انا اتعامل مع الانوتيشن. لما بضغط كليك على الانوتيشن يبدأ يظهر لي هنا التولز بتاعتها. اول تول ودي مهمة قوي اللي بيقول لي انت هتعمل الانوتيشن بتاعك فين بالظبط. الاوبشن الافتراضي بتاعي اللي هو الكليب والكرنت فريم، الفريم اللي انا واقفه عليه، وليكن خلينا نبقى واقفين مثلا كده. اوكي تمام. فانا دلوقتي هنا هقول له ماشي اعمل لي نيو
annotation. بعد ما اديت لي الامر او الاوردر ان في annotation في الحته دي، هو دلوقتي بيقول لي الداتا بتاعتك، بيقول لي انت دلوقتي هتعمل annotation عند الفريم كذا او عند الثانيه كذا واسم الفيديو بتاعك. طيب نبدا نشتغل بقى، نبدا ندي الانوتيشن. انا عندي طريقتين، اما بالفرشه او بتكست. ازاي؟ هنيجي مثلا بالفرشه وهعمل على سبيل المثال، هعلم على الكاميرا دي اللي فيها الزوم وهقول هنا في الحتة دي انا عايزة يعمل لي ايه؟ remove the cam. زي ما احنا شايفين التكست اقدر امسكه كده واختاره او احطه في مكان ما، والبراش بتاعتي كمان اقدر ان انا اغير مكانها زي ما انا عايزة، سواء ديت لو انا سبت الماوس زي ما حصل فكده بقى عندي براش تانية. ده حاجة جميلة جدا جدا. اشيل دي كده عشان اقدر اشوف الدنيا احسن. كده بقى عندي ايه؟ اكتر من اوبشن. لكن لو انا مشيت كده ثانية هبص الاقي كل حاجة ايه؟ اختفت. تمام؟ ليه؟ لان من البداية انا قايلة ان الكلام ده يبقى عند فريم واحد بس، اللي هو الفريم او عند الثانية اللي انا كنت واقفة عندها. تمام؟ طيب كده انا لما بسلم البروجكت هيتسلم بالطريقة دي، الفيديو هيتسلم بالطريقة دي. ايه اللي هيشتغل؟ هيعرف انه في الحتة دي انا لو عملت دلوقتي بلاي هيفهم دلوقتي ان في الفريم ده او في الحتة دي عليه انه يشيل الجزء ده. بس زي ما احنا شفنا كانت صغيرة خالص خالص، فيادوب اللي هو ايه؟ اختفت بسرعة. وانا عايزة الموضوع ايه؟ يوضح عن كده. يعني الموضوع ان هو فريم واحد مش لذيذ مش لطيف. هتلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا احنا لو دققنا هنا، انا عايزة اعمل زوم في الحتة دي دلوقتي. عايز تعمل زوم اعمل بالبكرة كده، زوم بالبكرة، وهتلاقي عندي الخط اللي احنا شايفينه ده. الخط ده اللي هو عبارة عن الانوتيشن، والجزئية دي عبارة عن زمن من فريم قبل وبعد زي ما احنا شايفين كده. طب انا دلوقتي عايزة اشيل الانوتيشن ده، الانوتيشن ده مش عاجبني، عايزة اشيله. عشان تشيل الانوتيشن بعد ما دخل في الفيديو بالشكل ده، لان بالمنظر ده انا مش عارفة اتحكم فيه، ببساطة هتدخل جوه الفيديو نفسه، هتقول له open in viewer بحيث ان هو يفتح لوحده timeline viewer. اوكي open in timeline viewer. سوري ان انا لخبطت ما بين الاثنين. هتلاقي هنا فتحهولك في viewer لوحدي، وهتلاقي ان هو هنا ظهر الانوتيشن لوحده اللي هو في الفريم اللي ظهر فيه. دلوقتي تقدر تمسحه ببساطة ان انت تحدد الانوتيشن وتقول له delete، وبكده الانوتيشن خلاص اختفى. نقفل ده، نرجع تاني هنا كده مش لاقي اي انوتيشن خالص. الطريقة الاحسن واللي انا بفضلها وناس كتيرة بتفضلها، ان لما تيجي تضيف الانوتيشن بتاعك بدل ما تقول له على الكليب قول له على السيكونس، يبقى كده هيتضاف على السيكونس كله. وبدل ما يكون على الفريم اللي احنا واقفين عليه ده بس، قول له على all. زي ما احنا شايفين من الاوبشنز التانية اقدر اختار من in و out، يعني احدد نقطة بداية ونقطة نهاية واقول له دخلي على قدهم بالظبط. ازاي يعني مثلا انا وقفت في الجزئية دي وخليت ديت الان، وقفت في الجزئية دي وخليت ديت الاوت، وجيت اقول له اديني annotation بس هيكون from in to out. تمام؟ يلا نيو، هبص الاقيها ان هي بدأت ايه الاول. نقلل الزوم عشان اشوفها اهي. هتلاقيها بدأت عند الان والاوت بس ظهر. طبعا دي جميلة جدا جدا علشان اقدر احدد ان الانوتيشن يبقى في الجزئية دي بس. يعني لو ضفت دلوقتي اي برش، عملت اي شغل كده، مش هيظهر غير في الجزئية دي بس زي ما احنا شايفين. تمام؟ بس الانوتيشن دوت يعني مش ضعيف. في نفس الوقت اقدر ان انا احدد كاستم
ان انا عايزاه يبدأ من الثانية الفلانية وينتهي بالثانية الفلانية، او ان اقول له لا خليهولي على طول السيكونس بتاعي، كل التايم لاين بتاعي، ودي اللي هي اللي انا عايزاها. كده عمل لي انوتيشن بمدار السيكونس كله، واقدر ان انا اصغرها او اقللها. ازاي؟ تيجي عند اول الانوتيشن بس بعد ما تعمل له كليك طبعا، وتبدأ تقلله لو انت عايز او تعليه زي ما انت عايز. يعني الحتة يعني فكرة ان هو نازل كده لا ده خلاص مش هتنفع تعدله، لا تقدر تعدله عند نقطة البداية تقلله، وعند نقطة النهاية تقلله زي ما تحب. طيب ايه الانوتيشنز اللي احنا عايزين نعملها هنا؟ هو مبدئيا انا مش هاخد الكليب كله، انا هقص منه. تمام، هقص منه حتة ما يكونش فيها الكاميرا. بس افترض ان انت عايز الكاميرا معاك او عايز الشوت يبدأ من البعد ده. في الحالة دي ان انت بتقول التيم اللي معاك اللي خاص بالروتوسكوبنج مثلا او بالموفينج، تقول له انت الجزء ده تعالوا هنا، واجي مثلا من تحت كده اهو واقول له remove cam هنا كده. ممكن حد تاني ماشي عايز منه، بس انا مش عايزه اللون الابيض، تقدر تغير الالوان من هنا. خلينا مثلا كده، وتقول له هنا في التكست نيجي تحت كده remove لا change sky او نقول مثلا change to smoky او خليها cloudy احسن، cloudy sky. ممكن اغيرها بعد كده لو انا هقول له مثلا انا عايزه السما ما تكونش صافيه كده، خليها لي cloudy او خليها لي orange او خليها لي زي ما انا عايزه. تمام. طبعا الفونت نفسه تقدر ان انت تغير مكانه بالظبط، لو عايزه سنتر، لو عايزه رايت، عايز تقدر تغير الحجم بتاعه لو حابب، زي ما انت عايز. تمام. بعد كده بنغير مكانه زي ما احنا حابين. تمام. هشيل بس ايه لان الاونت دي ممكن في الاخر هضيف له على سبيل المثال، او مثلا انا عايزه اضيف انوتيشن تانية بتكست اكتبه هنا فوق، color correct clip. انا عايزاه يعمل لي color correct. تمام. بس انا شايفه حاجه كده ايوه كده اوضح الدنيا، فاقعده هنا تحت اوسع الدنيا شويه، وهغير اللون اللي مش باين ده خليه اغمق شويه زي كده مثلا. زي ما احنا شايفين كأننا بالظبط بنشخبط. انا مسكت الفريم وقعدت اشخبط فيه وقلت له انا عايزه في الكليب ده، انا في الحته دي عايزه اشيل الكاميرا، عايزه اشيل السكاي، عايزه اشيل كذا، اغير السما، عايزه احط مطر، عايزه ابدا ان انا لما اقرب كده مثلا عايزه فين قريب حاجه زي كده مثلا، لو عايزه اشيل الكاركتر ده او اشيل الاتنين او احط حاجه تانية جنبيهم. يبقى انا كده في الانوتيشن قدرت ان انا اعمل اي ملحوظات انا عايزاها من غير ما تاثر على الكليب بتاعي. يعني ممكن ببساطه هاجي عند الانوتيشن كده واعمل له دي اللي هي disable زي بالظبط ما بتتعامل جوه السكريبت كده، خفالي كل شيء ولا كاني عملت اي حاجه ولا حد عرف اي حاجه، تسترنا على الجريمه ومفيش اي حاجه ظهرت. لكن لو جيت عند الانوتيشن وقلت له دي تاني ظهر كل شيء من جديد، وبكده انا عرفت ايه التعديلات اللي عندي اللي المفروض تتعمل، واقدر ان انا اعدلها
كأنه قدامي ريفرنس بالظبط، ادي الريفرنس قدامي واقدر ان انا اشتغل عليه بمنتهى البساطة. كده عرفنا ايه هو الانوتيشن وازاي نتعامل معاه وازاي نضيفه للفليب سواء على فريم واحد او على اكتر، وبالتالي اقدر ان انا اسيف البروجكت بسهولة وابعته لاي حد او تفتحه على اي جهاز هتلاقي عليه التعديلات اللي انت قمت بيها. ان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ نتعامل بقى مع التايم لاين، ازاي هبدأ بقى في التعديلات بتاعتي دي. اولها ان انا هقص الكليب شوية لان طويل قوي وكمان الكاميرا وكده، فابدأ اقص منه وابدأ اتعامل شوية مع الايديتنج اوبشنز جوه التايم لاين.